مساء الخير على الجميع، ويا رب الكل يكون بألف خير وصحة وسعادة. فيديو جديد أتمنى من الله أن ينال رضاكم وإعجابكم. وزي ما تعودنا قبل بداية كل فيديو وقبل بداية كلامنا، يا ريت ما ننساش الدعاء لأهلنا في غزة بالثبات والنصرة. نخش في موضوعنا على طول، بس حابب أقول لكم بس كلمتين صغيرين قوي كده قبل ما نبدأ. حابب أشكر كل الناس اللي بتتفاعل معانا، سواء بلايك أو بكومنت أو بنشر الفيديو أو بأي حاجة. حتى لو صوت واحد اللي بيشوفني، لو صوت واحد بس اللي بيسمعني وبيشوفني، احنا سنظل قناة فئوية للدفاع عن النادي الأهلي، النادي اللي حبيناه، النادي اللي بنشجعه، النادي اللي احنا منتمين ليه. ولو قلت لك لو صوت واحد بس بيسمعني، انا مكتفي بهذا الصوت. انا لا عمري طلبت لا لايك ولا سبسكرايب، انا بس مجرد بوصل رسائل للناس، والحمد لله في مصداقيه بيننا وبين الناس. كل حاجه بنقولها يا جماعه بتحصل على ارض الواقع. اول ما انفردنا بموضوع انتهاء زيزو، اول ما انفردنا بازمه الوزير، اول ما انفردنا ان الحكم السعودي قال ايه للناس، ما كتبش تقرير وزي ما قلنا قال ايه بس للناس. ولكن الحمد لله رب العالمين، بشكر كل واحد دعمنا بلايك او كومنت او اشترك في القناه او قال اي حاجه. زي ما قلت لكم احنا قناه فئويه، انا اهلاوي وبس، مش كيوت، عشان نكون واضحين، مش كيوت، اهلاوي وفقط. طيب نخش في اخبارنا. طبعا شفنا كلنا الغلاف بتاع الفيديو بره، وشفنا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. لا خلاص بقى، احنا عايزين نغير المسمى بتاع الدكتور اشرف صبحي، نسميه وزير التجديد للزمالك. وزير التجديد للزمالك. الصوره اللي كانت مع زيزو حسب الاقوال اللي كانت موجوده، او اللي سمعت التصريحات او ادلت بتصريحات اللي حصلت بين وزير الشباب والرياضه وزيزو، ان هو بيقول له انت لسه ليه ما جددتش للزمالك؟ سياده الوزير، انت ايه دخلك في الموضوع ده؟ انت وزير الشباب والرياضه، مالكش علاقه بحاجه زي دي خالص. قبل كده قعدت مع ساسي واجتمعت بيه في الوزاره، وده مخالف لمهنتك. انت المفروض وزير الرياضه، مش وزير الزمالك وضاده. فهمت ازاي؟ يعني انت بس مش مخصص لنادي الزمالك، انت وزير الرياضه. طبعا بعد اللي احنا بنشوفه ده، انا عايز اقول لكم ان قرار اللجنه الاولمبيه هيبقى فيه مصايب وكوارث، بعد تدخل اشرف صبحي نفسه اللي بيقول لك اللجنه الاولمبيه هتصدر قرارها. لا، في ضغط منه هو شخصيا على اللجنه الاولمبيه لاصدار قرار باحقيه الزمالك في نقاط المباراه الثلاث، وخصم نقاط من الاهلي، وتوقيع غرامه ماليه على الاهلي. ده وزير الشباب والرياضه، المفروض ان هو مسؤول عن الرياضه في مصر. شفتوا الرياضه المصريه بتدار ازاي يا جماعه؟ شفتوا وصلنا لايه من قمه العار والجهل الكروي، ان وزير يكلم لعيبه ويقنعهم بالتجديد لنادي معين علشان هو بينتمي للنادي ده، بغض النظر عن مركزه او منصبه. لا، هو مش همه اي حاجه، هو همه الزمالك بس، ناس ان في اكتر من 17 نادي تانيين موجودين في الدوري، بيلعبوا في الدوري، هو كمان مسؤول عنهم ومسؤول عن حل مشاكلهم. طيب رحت حليت مشكله نادي الاسماعيلي وقعدت معاهم كده وشفت هم عايزين ايه، وايقاف القيد بتاعهم موقوف ليه، وايه المشاكل اللي عندهم؟ لا. طيب شفت المصايب اللي بتحصل من الحكام وناقشتها؟ لا. امال انت ليه مركز في المشكله بتاعت الاهلي بس؟ وزير الشباب والرياضه، رجاء لو عندك احساس بمنصبك ومسؤوليتك استقيل. لو انت عندك ذره من الشجاعه استقيل، لان انت كده بتبين الرياضه المصريه كانها عك في عك. لما حضرتك تكون مسؤول الاول عن الرياضه في مصر، وتقعد لي قبل كده مع فرجاني ساسي وتجتمع بيه في وزاره الشباب والرياضه عشان تقنعه بالتجديد للزمالك، لا. لما تروح لزيزو معسكر المنتخب وتاخده على جنب وتتكلم معاه وتقول له انت لسه ليه ما جددتش للزمالك، برضه لا، ما ينفعش. مش ده تصرف لا يصدر عن رئيس وحده محليه، حتى بيعز حد كده يروح يتكلم، لا، ما يصدرش من وزير مسؤول وبيتكلم في حقوق 18 نادي او 17 نادي اخرين في جدول الدوري. استقيم واستقيل، ده افضل حاجه اقدر اقولها لك. تاني حاجه،
في تغيرات في موقف زيزو؟ في تغيرات في موقف زيزو يا جماعه. زيزو خلاص يا جماعه، هي خلصت رسميا، خلصت رسميا. زيزو ما وقعش، ايوه طبعا ما وقعش، لان ده مخالف للوائح، ما يقدرش يوقع قبل شهر يونيو الجاي يا جماعه، ما يقدرش يوقع قبل شهر يونيو، ولكن خلصانه تماما، وابوه قافل الباب تماما في التفاوض مع اي حد تاني. خلاص هو ادى كلمه للمسؤولين، وفي كمان حاجات اتوقعت، تضمن حق النادي الاهلي. بس النادي الاهلي برضو قال لزيزو انت لو خلصت وعايز الحاجه دي ما تظهرش، احنا مش هنظهرها، ما عندناش اي مشكله خالص. عاده النادي الاهلي، شيكابالا كان موقع في النادي الاهلي، ولما قال لهم خلاص نادي الزمالك اقنعني ودفع لي اللي انا عايزه، هروح خلاص، ما فيش مشكله، ادانا له عقوده خلاص، ما فيش مشكله. بس الكلام اللي بيحصل دلوقتي في اجتماع بقى من عباس وبيرزي والجماعه دول، ان هم يحاولوا يراضوا زيزو باي ثمن وباي شكل من الاشكال عشان ما ينضمش للنادي الاهلي. بس ابو زيزو يا جماعه قافل الباب تماما وما بيردش، ما بيردش عليهم تماما. هو في مباحثات، في مباحثات ممكن تؤثر على اتمام الصفقه، اقول لك بنسبه 80% لا، بنسبه 80% لا، بعد الكلام اللي قاله عباس وبعد الكلام اللي طلع زيزو بنفسه قال لك ان الكلام الغلط من المسؤولين في والدي مش مسموع به، فده كلام الامر منتهي تماما. حتى لو في تغيرات مش هتبعد زيزو كتير عن النادي الاهلي، هم بيحاولوا يرضوه باي شكل من الاشكال عشان دي هتبقى ضربه موجعه، ودي احنا شايفين كلهم من الصبح عمالين يشرشحوا في كل وسائل الاعلام. شفنا سوسته حسن أس حبيب الكل اللي حلف ايمانات تجمد الميه، انا مش عارف طلق كم مره، ولا صام الايمانات اللي كان بيحلفها ديت، انا مش عارف، ده حلف كذا طلاق وحلف كذا مره. امام عاشور مش هيروح النادي الاهلي وحلف يجي كذا يمين وحلف بالله. هل يا ابني بتصوم؟ انت اساسا ما بتصومش في الايام العاديه، هتصوم كفاره كمان؟ لا ما اعتقدش ان انت هتصوم. طيب مش عارف سيف فاروق جعفر مش رايح بيراميدز، تاني يوم راح بيراميدز، مش عارف مين. طيب انت يا ابني الاخبار اللي انت بتقولها كلها في شنك، اختشي بقى على دمك بالفلاحي كده واقعد ساكت، ده انت كنت حرامي وماشي بفضيحه. ايه يا سوسته، هو احنا تايهين عن تاريخك يا سوسته؟ طالع النهارده يهاجمهم ويقول لهم النادي الاهلي عشان معاه فلوس بيسرق اللعيبه، ما بيعملش حاجه بمجهوده. مجهوده ايه يا ابني؟ ايه اللي فيها مجهود؟ لاعب فري، يحق لي ان انا اشوف اي لاعب في الدوري هيفيدني اروح اجيبه. هو حد بيقول حد قال لك ما تجددلوش؟ انا منعتك من التجديد له؟ انا قلت لك لا ماسك عليك فلوس؟ ده اللي كان حاجز عليك منك فيك، اللي كان بيشتمك وبيسرقك منك فيك، اللي كان طالع يسب كل الدنيا كان منك فيك، اللي طلع شتمك وهزقك وقال ان هو مصاحب الحاجه كان منك فيك، اللي طلع مرمط بكرامتك الارض وكان بيوقفك صفوف عشان تاخد تذكره يدخلك ماتش منك فيك، اللي بيأذيكوا بكلامكوا منكوا فيكوا، اللي موقف قعده الجنينه بتاعتكوا واللي موقف الدنيا منكوا فيكوا. احنا مالناش علاقه. انا مصلحتي ان انا اشوف، انا رايح بطوله مهمه، من مصلحتي اشوف اي لاعب في الدوري المصري بالطرق المعروفه، ان انا اتكلم مع اللاعب، اتكلم مع وكيله، اتكلم مع المسؤول عنه، اقول له والله في كذا، موافق؟ اذا موافق اوكي، مش موافق خلاص. انا ما منعتكش ان انت جدد له، انا ما منعتكش، عايز تجدد له جدد له، انت حر، انت حر، ماليش علاقه، انا ماليش علاقه بيه. ومن هنا يا جماعه برضو حابب اوجه الشكر، والله الشكر والتقدير لكابتن ميدو. الكابتن ميدو برضو واخدهم في حته تانية قوي حلوه جدا، انا بحبها. لما بيروحوا في الحته ديت انا بطمن والله، اليوم بعرف ان هم ماشيين صح. كابتن ميدو لهاهم شويه في موضوع الاكثر شعبيه في الوطن العربي ودول الخليج، ولهاهم برضو في موضوع ان احنا هنقدم للفيفا ان احنا نخش كبديل لنادي كلاب ليون المكسيكي اللي الفيفا رفض المشاركه بتاعته في كاس العالم 2025 اللي تقام في الولايات المتحده الامريكيه. برافو كابتن ميدو، استمر على كده وما تغيرش الصنف ده كويس. انا نفسي اقعد معاك القعده اللي انت بتقعدها ديت واعرفه، بس انا اعرف ايه هو اللي بتتعاطاه، ايه الحاجه اللي انت بتتعاطاها. يعني انت لو احنا مجندينك تعمل فيهم كده مش هتلهيهم بالطريقه دي، خدهم في مواضيع فرعيه وسايبين الدنيا كلها سداح مداح، ويقول لك الغلط على النادي الاهلي بيسرق اللعيبه. اخر حاجه كابتن حسام حسن، طبعا بنتمنى التوفيق للمنتخب المصري في المباراه الجايه امام سيراليون ان شاء الله، اللي هتحسم بنسبه 80% وصولنا الى كاس العالم. ولكن على الكابتن حسام حسن ان يعيد حساباته مره اخرى. في ناس احق بتيشيرت المنتخب من الناس اللي موجوده في تيشيرت، مع احترامي الكامل لاسامه فيصل يلعب تحته صلاح ومرموش وتريزيجيه، تخيل، بس تخيلت كده. سلام عليكم.